انا بشتغل عنده ممرض، والعياده دي فتحناها بقالنا 3 سنين مفيش جالنا واحد عيان ابدا. ودكتور محسن زعلان جدا ان مفيش عيانين. ف اهو الظروف بقى، حتى مفيش حد عنده سكسكه في الغربانس، شميات في الليبوريا يجي مثلا نعالجه، استباحث في المجرس. مفيش حد عنده تفسفس. طب مفيش حد عنده مغص. اه دكتور المغص جنبه بجد. المهم يخلي لحمه المغص ايوه بس دكتور بس. ايه الفضل اللي بتعملها هنا؟ انت عارف الدكتور محترم، دكتور له مركزه اجتماعي، له شخصيه. ايه متأفسة دي؟ ايه متأفسة؟ يعني ايه متأفسة؟ أفسة؟ أنا متأفسة. احترمي نفسك. ايه متأفسة؟ هنا دكتور محترم وله شخصيته ومركزه الاجتماعي، دكتور مثقف معاه بكالوريوس زراعة. بس المهم يكون بيفهم في الطب. مالكيش دعوة بيه بيفهم ما بيفهمش، قولي لي بالظبط أنت عاوز إيه؟ ايه يا ولد الزيطه اللي بتعملها في العياده دي؟ في ايه؟ مبروك. عندك ايه الزيطه دي؟ شوف يا اسطى. ايه؟ ايوه زيد. في ايه؟ في ايه؟ الست دي رقاصة. رقاصة دخلت تعبانة جدا وحالتها وحشة قوي. لا حول الله. والله تعبانة قوي. لا والدكتور الحق المنفس مرة أنا هم يقول لي المنفس أيوة يقول لي مش مكتوبة الحق المنفس أنت أيوة ما أنت اطلع بره وسيبني انا اتصرف معاك. بره. أنا بره. لا يا شاطر ما تخافيش. انت حاسه بايه بالظبط؟ من غير تنطيط، انت في عياده الدكتور يعني في الامان. ما تخافيش. حاسه ايه بوجعك يا مدام؟ يا جميلة ايه؟ ايه؟ وريني النبض. يا خبر ابيض. ايه؟ الساعة 7:30 وبعدين ما تخافيش يا مدام. انت هتشتغلي البرشامه دي وتشربيها وتبلعيها، تبلعي البرشامه وتبصي في الفراغ اللي قدامي. هتلاقي نفسك حلوه والبرشامه تشتغل وكل شيء يبقى طبيعي والمغص يروح من غير مغص. ست هو إيه ده؟ خلي يا أخوي أنا البرشامة ودي كوباية المية ودي المراية. الله ده ايه الفرق ده يا الدكتور يا اخوانا متعلم معاك النص ده؟ ثاني خلاص خفيت خدت البرشامة وخفيت. طب لسه دلوقتي؟ الحمد لله طبعا. اقول لك لما تسيبك من الدكتور ده بقى وتيجي تشتغل معايا. يعني طب يلا بقى. انت بتعملي ايه يا ست؟ بدورها يا اخويا بدورها.